أنزل باللي وراها، أنزل ببيضة أضربها تختفي باللي وراها لحد ما أخلّص كل كمية البيض. تمام. بُصّوا الزبدة كانت ماسكة جدًا، وعشان الجو برد مش عايزة تلين مهما أضرب فيها مش عايزة تلين، فكنت باحاول إن أنا أكمّل وكده. أهو البيضة اختفت، أبتدي إن أنا أنزل باللي وراها. طبعًا لمّا بيكون الجو حرارته مثلًا حارة شوية أو سخن شوية، ده بيساعد إن هي تضرب وتخفق معايا وتعمل volume وتعلى، بس ده كان صعب يحصل دلوقتي عشان الجو كان برد جدًا، بس الحمد لله برضه إيه، يعني مشيت ونجحت معايا برضه الحمد لله ربنا ما خذلنيش. هنا خلاص باحط آخر بيضة، حطيت آخر بيضة معايا وباحط كيسين الفانيليا الموجودين وهاضربهم كويس معايا. وهنا خلاص حطيتهم وبابتدي إن أنا أضربهم معايا كويس أوي. طبعًا لو أنتِ مشغّلة المضرب بتاعِك لمّا يتعب شوية كده خلاص وقّفيه ريّح شوية كده دقيقة والّا حاجة وارجعي اشتغلي تاني. تمام. يعني ما تقعديش تتّكي على المضرب على طول، على طول عشان مثلًا ما يحصلوش أي يبوظ يعني بمعنى أصح. فأنتِ بتريّحيه شوية وارجعي تاني. هنا بعد ما ضربت بقى وخلّصت الضرب خالص، رُحت بقى المفروض إن أنا بافضّي كيس الدقيق بتاعي اللي هو الكيلو كامل. تمام. باروح مفضياه كله على على الخليط بتاعي. وفي المرحلة دي بابتدي إن أنا أدخّل إيدي وابتدي إن أنا أعجن العجينة على بعضها. تمام. إن أنا يعني أعجنهم وأدخّلهم في بعض، ما أعجنش فيهم كتير، يعني أجيب من تحت لفوق، من تحت لفوق لحد ما يخش في بعضه، عشان خاطر البيتي فور ما بيتعجنش كتير. أول ما الدقيق يختفي خلاص تمام، خدت كده العجينة وصلت معايا للقوام ده. طبعًا أنا هاعمل بيتي فور النهارده كلّه أبيض. لو أنتِ عايزة تعملي ميكس ما بين الأبيض والأسود هتاخدي نُص العجينة وتحطي عليها معلقة كاكاو خام مع يعني سيكة كده صغيرة من الزبدة عشان تعادل المعلقة الكاكاو اللي أنتِ حطيتيها. أمّا النهارده أنا مش هاعمله ميكس، هاعمله أبيض بس. بعد ما العجينة تخلص توصل معايا في القوام ده إن هي تبقى عاملة المستوى ده، هادخّلها التلاجة نُص ساعة قبل ما أشتغل فيها وده ضروري. تمام. هنا عندي الشكل ده الشكل اللي أنا هاستخدمه. تمام. فحطيته كده في المكنة وبدأت إن أنا أقفل كده باحطه وبابتدي إن أنا أقفل المكنة عليه. وجهزت الصاج الأولاني وعندي طبق كده باعمل فيه تجربة في الأول، لازم عشان العجينة لما بتدخل المكنة لازم أهو ضبطت العمود بتاع السنون علشان هابتدي إن أنا أشتغل. فلازم أجرب في الطبق الأول قبل الصاج عشان خاطر ما يحصلش إن هو يطلع بايظ أو حاجة جوه الصاج، فيبقى الخلل هنا لحد ما الفورمة تاخد شكلها. يعني أول ما باحط العجينة أول واحدة أو تاني واحدة أو تالت واحدة دي بتطلع مش مظبوطة، فأنا بافضل أبصم برّه لحد ما تطلع مظبوطة معايا. بصوا عمالة تتزحلق مني ماشي بس يعني الحمد لله. فلازم تقعدي تعملي كده بريفيو واحدة اتنين